يعني كيف يدار نادي زي الزمالك ده؟ كيف يدار يا جماعة؟ ازاي نادي زي الزمالك بيدار بهذا الشكل وهذه العشوائية وهذا يعني ايه، مش عايز اقول يعني الغباء الإداري اللي بيحصل. انت دلوقتي واحد زي فيريرا ده مشي، هل انت كنتش عارف ان هو هيمشي فيريرا؟ لا، انت كنت عارف انه هيمشي فيريرا. هل انت ما كنتش عارف ان انت تجيب مدرب اجنبي؟ هل ما كنتش عارف انت تجيب مدرب مصري؟ يعني بلاش مدرب اجنبي، والموضوع الاجنبي ده صعب عليكم، موضوع الدولار وازمه الدولار. طب هل انت ما كنتش عارف انت هتجيب مدرب؟ كنت عارف انت هتجيب مدرب. ما جبتش مدرب ليه بجهاز وبتاع، بدل ما احنا كل شويه قاعدين في حقل تجارب. احمد عبد المقصود، اصل اسامه نبيه، اصل مش عارف مين. طب احمد عبد المقصود معلش، يعني هو لا يتحمل الموضوع. يعني انت لما تطلع قرار اداري النهارده تقول لي منع دخول جهاز نادي الزمالك؟ لا، هو اللي يتمنع من دخول نادي الزمالك هو مجلس الاداره بالكامل ولجنه الكوره بقياده امير مرتضى منصور. ليه؟ لان انت ما وفرتش مدرب. الراجل كتر خيره، مش هقول كتر خيره برضه، هو برضه يتحمل كتير بس انت حطيته في مكان مش مكانه، هو مش مدير فني. انت جيت قلت له تعالى امسك مدير فني. انت النهارده انا رياض المنفلوطي مدير السجن، زي كده فيلم اللي بالي بالك، هو اللي لا صحي الصبح لقى نفسه مدير السجن. هو اصلا مش ظابط. هو الراجل برضه نفس القصه. احمد عبد المقصود هو شغلته مدرب رقم 3 في الجهاز الفني، تمام، واحيانا رقم 4 واحيانا رقم 5. فانت لما من الصبح كده تجيبه وتقول له امسك مدير فني، طب ما انت الغلطان، ما انت المشكله عندك انت. هو انت بتقول له نخش النادي ليه وانت اصلا انت اللي سبب الكارثه وسبب الازمه اللي فيها؟ هي دي صفقات؟ هي دي لعيبه اللي انت جايبها؟ يا جماعة الدولة فين من اللي بيحصل في نادي الزمالك ده؟ الدولة فين؟ أين الدولة مما يحدث في نادي الزمالك؟ أخطاء، إهدار مال عام في صفقات غريبة الشكل واللون. ما نقدرش نتكلم يعني أنا مش عايز أخش في تفاصيل، بس الحل لازم تغيير جذري ورحيل في مجلس إدارة نادي الزمالك. الإبقاء على مجلس إدارة نادي الزمالك لن يجني ثماره أحد، لن يجنى من وراءه أي ثمار. هما جابوا، هتقول لي اصل هما جابوا مدرب الماني، ومدرب الماني ايه؟ على فكره المدرب الالماني اللي هما جايبينه ده مدرب ما خدش ولا بطوله. فواحد انت جايب مدرب ما خدش ولا بطوله ولا عمره حقق، كل شغله مع براعم وناشئين، مدرسه المانيه، مدرسه جديده. طب ما انت ما كان في سيفات معروضه للمدربين اشتغلوا في مصر، مدربين اشتغلوا في افريقيا، وعارفين المدربين اشتغلوا في الكرة العربية بشكل عام. انت جبت حاجة كده اللي هو برضو ايه، وارد ان هي تنجح وارد ان هي تفشل. بس طب ليه انا اغامر؟ ليه ما اجيبش حد عارف الدنيا عشان ما ياخدش وقت في التأقلم؟ اصل مدرب، هجيب مدرب من اوروبا هيشتغل في افريقيا، ده هياخد وقت كبير جدا 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 قبل ما يعرف الاجواء المصري، الدوري المصري، بعد كده يعرف اجواء افريقيا، وبعد كده يعرف مش عارف ايه وايه وايه. فانت يبقى هيقعد بقى نص الموسم ده كده يجرب لحد الموسم ما ينتهي، ولحد الموسم ما ينتهي النتائج بتاعته مش هتعجبك، فهتيجي اخر الموسم تقول لا والله ده المدرب ده ضعيف، احنا هنمشيه ونجيب مدرب تاني. انا بقول لكم اللي هيحصل، انا بقول لكم اللي هيحصل والمتوقع انه يحصل من مجلس الاداره. طيب كان في صفات تانية معروضة لمدربين تانية. كان في صفات تانية لمدربين تانيين كانوا معروضين، وكان في منهم ناس اشتغلت في الدوري المصري، وكان في منهم ناس اشتغلت في الكرة الأفريقية بشكل عام. طيب ليه ما تمش الاتفاق مع حد من دول؟ انا مش عارف حتى الان، انا مش فاهم ومش عارف ليه. طب ليه؟ يعني حد يطلع يبرر لنا يقول لنا والله يا جماعه احنا قررنا ان احنا نختار المدرسه الالمانيه، وقررنا نجيب مدرب شاب وطموح، ومش شاب ومش طموح، وعنده 51 سنه. هو كان لعيب كوره جامد جدا، لعيب سابق في بروسيا دورتموند، ولعيب خد بطولات مع بروسيا دورتموند، بس ما حققش بطولات كلاعب. هو كان كل مشواره التدريبي في فرق براعم وفرق ناشئين، يعني مش مدرب فريق اول، ومش مدرب ما دربش فريق كبير وخد معاه بطولة او تعين. بس هو يبقى ان هو لاعب في فرقة كبيرة زي بروسيا دورتموند. اتمنى انه ينجح، اتمنى انه ينجح. بس هو العوامل المدرب، ادوات المدرب لازم تتوفر. هيحتاج لعيبة على فكرة. أنا توقعي المدرب ده إن هو هيعتمد على الناشئين. اللي أنا بقول فيه بقى، اللي أنا بحكي فيه بقى لي فترة. لأ، هو أنا توقعي المدرب ده إن هو مدرب ناشئين وفاهم وعارف قطاعات الناشئين. أنا أعتقد إن هو يعني نص فرقة الزمالك دي هتتفور، نص الفرقة دي في خبر كام.
وهتلاقي وهتلاقي البدلاء لعيبة ناشئين صغيرين، هيبقى عندهم أخطاء وبس هيقدر يطورهم، ويقدر يعدل من مستواهم. أتمنى إن المدرب يعني ينزل التدريب النهارده، يحط السكاوتنج، يجيب ناس يشتغلوا معاه. طبعا هو مش هيقدر ينجح لوحده، فلازم توفر له ناس وعوامل في نادي الزمالك. بالمناسبة حسين ياسر محمدي كان عامل فريق محترم جدا في فريق 2003. لما تيجي تقول مشيه وما دخلوش النادي، طب ما واحد زي سيس محمدي ده ذنبه ايه؟ انت لما جيت طلبت منه قلت له تعالى اشتغل في الجهاز الفني، ما راح لك واشتغل في الجهاز الفني. يعني ده جزاته، انت بتقول له ان هو ساب فرقته وطلع فريق اول. طبعا هو طبعا مستفيد وفي مصلحته ان هو يسيب، مش مصلحته ان هو يسيب، في حاجه ان هو ترقيه ليه، اترقى يعني، يعتبر ان هو طلع من الناشئين بقى فريق اول. بس في نفس الوقت برضه انت جاي تلومه هو ليه؟ انت بتحمل ناس مشاكلك واخطائك ليه؟ انت بتخلي ناس تانية تحاسب انت على اخطائك ومشاريبك ليه؟ صفقاتك دي ما هي السبب في الموسم الكارثي ده؟ عقود اللاعبين ما هي السبب في الموسم الكارثي ده؟ رحيل إمام عاشور وقبلهم لعيبة زي بن شرقي ولعيبة كبيرة جدا في الفرقة، انت ما عوضتهاش بلعيبة ليه؟ ما هو المشاكل دي كلها انت السبب فيها. وبعدين تيجي تقول لي لا، نتفاجئ ان عقود بتتسرب، وعقود المحلات بتتأجر. عقود المحلات بتتأجر 45 سنة و20 سنة و30 سنة، وفي مقابل إن هما ياخدوا خصم 45%. عمري شفتك حد مثلا جيت تتفق معاه على عقد شقة ولا عقد إيجار، وقال لك السنة دي هتأجر ب1000، السنة اللي بعدها هتاخد 2000، السنة اللي بعدها هتاخد 3 4 5، وبعد كده في الآخر هعمل لك خصم 45% على توتال السنين دي؟ لا يحدث إلا في نادي الزمالك. طب انتوا يا جماعة مستنيين إيه؟ انتوا عايزين ايه من النادي؟ ما انا مش فاهم برضو، يعني انتوا هتوصلوا النادي لأنهي مرحلة من المراحل؟ قولوا لنا وعرفونا وفهمونا الدنيا ماشية معاكم لإيه.